عمرك سألت نفسك هو ليه بيضايقك كده؟ هو ليه مزعج وغلس كده؟ هو ايه لازمته اصلا؟ بس لا، ده له حكاية قديمة قوي لازم تعرفها عشان تعرف ايه لازمته. تعال نرجع بالزمن شوية، يعني من حوالي 2 مليون سنة بس. وقتها الاكل ما كانش زي دلوقتي، ما كانش دي حاجة اسمها ويل دان، كان كله ني في ني. وده قبل اكتشاف النار من حوالي 2 مليون سنة. فكان لازم يكون عندنا فك كبير وفيه عدد أسنان كتير عشان نقدر نمضغ الأكل. وهنا بدأ ظهور الأستاذ ثيرد مولر، الضرس الثالث أو اللي بيسموه ويزدم توث، اللي هو ضرس العقل يعني. لكن مع بداية اكتشاف النار بدأنا نطهو الطعام وما بقيناش محتاجين القوة دي في المضغ، فبدأ مع الوقت فكنا يصغر، وده قلل المساحة اللي المفروض يطلع فيها ضرس العقل. وده بيفسر لنا ليه ضرس العقل هو أكتر ضرس بيكون فيه مشاكل، ممكن ما يطلعش أو ممكن يطلع غلط أو ممكن يأثر على الضرس اللي جنبه. صغر حجم فكنا ده مش بس أثر على الإيرابشن بتاع ضرس العقل اللي هو بزوغه، لا ده أثر كمان على شكله وحجمه، فبقى ضرس العقل هو أصغر الضروس حجماً. وده ما كانش كده زمان، بل إن العلماء بيتنبؤوا إن مع استمرار التطور ضرس العقل هيختفي تماماً. وخد عندك النسب دي، في دول شرق آسيا زي كوريا واليابان نسبة الأشخاص اللي ما تكونش عندهم ضرس عقل أصلاً، مش مدفون، لا ده ما تكونش، 50%. وفي أوروبا وأفريقيا من 20 ل 30% من السكان ما عندهمش ضرس عقل. ضرس العقل يا سيد ارتبط بحكايات وأساطير كتير في الثقافات المختلفة. في اليابان مثلا في أسطورة بتقول إن اللي بيخلع ضرس العقل بنفسه بدون الرجوع للطبيب بينسى أجزاء معينة من ذاكرته، الإكس مثلا، أو ذكريات مؤلمة. وثقافات تانية كانت بتشوف ألم ضرس العقل على إنه مس شيطاني. وفي قبائل المايا والإنكا لما كان الشاب يطلع له ضرس العقل كانوا بيخلعوه في ساعتها ويحتفظ بيه الشاب كدليل على البلوغ والرجولة. حتى هنا من فترة كانت في واحدة قريبتي بتزورنا وكانت بتتكلم عن واحدة وبتقول فلانة معذورة على تصرفاتها الأخيرة لأنها شالت ضرس العقل، بتلمح يعني إنها فقدت جزء من عقلها عشان اسمه ضرس العقل وكده. يا جماعة اسمه ضرس العقل عشان وقت طلوعه بيكون متأخر شوية، من سنة 18 ل 24 سنة، فوقتها الإنسان بيكون ناضج شوية وعاقل يعني. بصراحة إحنا كأطباء أسنان أوقات كتير بنضطهد ضرس العقل ده وما بنحبش نشتغل فيه، أصل معلش يعني مكانه رخم جدا والوصول ليه محتاج مجهود مضاعف، والمشاكل اللي بتحصل فيه أكتر من أي ضرس تاني. أوقات ما يطلعش وأوقات يطلع بزاوية غلط يضر الضرس اللي جنبه، وحتى بعد الخلع المضاعفات اللي ممكن تحصل من خلعه أكتر من أي ضرس تاني. وبالرغم من كل ده مشاركته في عملية المضغ قليلة جدا. احنا بشكل أساسي بنعتمد على الفيرست والسكند مولرز اللي هما الضرسين اللي بعده في عملية المضغ، فوظيفته في المضغ هامشية ونقدر نستغنى عنها بسهولة. بصراحة أنا حاسس إن أنا جيت على ضرس العقل أوي، فخليني أقول لك إن ضرس العقل هو ممكن يكون المنقذ الأخير ليك قبل ما تضطر تعمل طقم أسنان وتعيش بيه باقي حياتك. ليه بقى؟ جدع سيد إنك بتسأل وأنا هجاوبك. أوقات بتفقد ضرس من الضروس اللي بتاكل عليها بسبب خبطة، حادثة، ورم استأصلناه وشلنا معاه الضرس، أو مجرد إن هو وجعك فشلته. وقتها بيفضل مكان الضرس اللي اتشال ده فاضي. فلو كانت الضروس اللي اتشالت دي هم الضرسين اللي جنب ضرس العقل، فمبروك يا معلم، أنت فقدت قدرتك على المضغ في الجنب ده نهائياً. هنضطر بقى لو معاك فلوس نزرع لك، وده مش دايما متاح على فكرة، ده على حسب الحالة بتاعة العظم بتاع فكك. أو الحل التاني إننا نعمل لك طقم جزئي متحرك تعيش بيه باقي حياتك. هنا بقى ضرس العقل بيقول كلمته. وجود ضرس العقل في الحالة دي مهم جدا، فوقتها هنقدر نوصل من ضرس العقل لباقي الأسنان كوبري نشيل عليه الضرسين اللي فقدناهم، وهيفضلوا ثابتين معانا بتكلفة أقل بكتير من الزراعة. وهيكون هنا ضرس العقل هو السوبر هيرو اللي شايل الضرسين دول ومحافظ على وظيفة المضغ في الجنب ده. ودي حاجة في منتهى الأهمية، لأن المضغ على جنب واحد ممكن يعمل ضمور في عضلات الجنب التاني ومشاكل كبيرة جدا في مفصل الفك. شفت بقى ضرس العقل ممكن يكون مهم ازاي؟ فلو عندنا ضرس العقل فيه مشاكل خلاص ممكن نخلقه عادي، وظيفته في المضغ مش مؤثرة قوي. أما لو كان الضرس سليم وكويس وحلو ومؤدب وطالع في مكانه فنسيبه، لأننا ممكن نحتاجه بعدين. وزي ما قلنا التطور ماشي في اتجاه انقراض ضرس العقل،
فنحترمه بقى في آخر أيامه ما نعذبوش معانا. وبس، لو وصلت لحد هنا عاوز أقول لك إنك مواطن بنفسجي شريف، فسيب كومنت عشان أعرفك. وبس، سلام. اوعى تنسى تشترك في القناة.